وأيضا بخصوص المؤتمر اللي صار بخصوص أصحاب الدرجات الحرجة، كشف الوزير اليوم وزير التربية كشف لصوت عراقي عن أنه أكو قرارات رح تصدر قريبا بخصوص أصحاب الدرجات الحرجة اللي ياما تواصلوا مع برنامج صوت عراقي، فنقدر نعتبرها بشرى خير إن شاء الله. أهم التوصيات اللي خرجنا بها هذا اليوم من اجتماعنا ولقائنا مع الإدارات المدرسية التركيز على توجيهات دولة رئيس الوزراء بموضوع العقاب البدني، توجيه المعلمين والمدرسين الابتعاد عن هذا الجانب ابتعاد نهائي جدا لما يولده من آثار نفسية غير صحيحة على نفوس الطلاب والتلاميذ في مدارسنا. تم التركيز على أهم المعايير للإدارات المدرسية الناجحة. تم التركيز أيضا على أهمية دور المدير كقائد تربوي في المجتمع يتحمل مسؤولية بناء مدرسته، بناء مجتمعه، بناء وطنه بناء صحيحا من خلال المسؤولية الملقاة على عاتقه. تريدنا العديد اليوم بخصوص الدور الثالث و10 درجات وتحميل. أريد رأي نهائي من قبل الوزير. هذا الموضوع لم يحسم إلى الآن بشكل نهائي، لا زال تحت النقاش إن شاء الله. قد يحصل خلال هذه اليومين قرار، يا إما إضافة درجات معينة للطلاب الذين درجاتهم حرجة